مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. رجعت اخيرا بعد انتظار طويل. اسفة دائما اتأخر، مشغولة والله بنات، هواية شغل، حياة، بيت، اطفال، فصار عندي وقت فراغ. وهواية بنات طلبوا مني اسوي لهم التسريحة او الموديل اللي كنت مسويته لشعري بالفيديو اللي فات، فصار عندي مثل ما قلت لكم مجال شوية، فقلت اسوي لكم الفيديو. وهم سويت لكم فيديو هذا المكياج ان شاء الله راح تشوفوه ورا. يا ربي ما يصير شيء، يا ربي ما يمسح ويبقى موجود حتى اقدر اسوي لكم اياه اديت. هسه حتى لا يصير الفيديو طويل خلينا نبدي. شنو اللي تحتاجون لهاي التسريحة؟ قراصة صغيرة وقراصة كبيرة، لان اني شعري ثخين. اذا شعركم خفيف يمكن بس قراصة واحدة تحتاجون. باندانا او اني طوق انتو تحبون تخلوه، هذا. وماشات للشعر، وهمينه شو تسموه هذا؟ احنا نسميه ستريتنر اللي يسرح الشعر. راح اشد شعري عالي، ذا الحصان عالي، مو اللي يكون 100% مضبوط، بس هيجي شوية. ما تحتاجون مشط اصلا. خليني انصي شوية حتى تشوفون شنو دا اسوي. راح اشيله ذا الحصان، هسه لانه اني شعري كلش ثخين راح اخذ خصلة واحدة من البداية. خليني انصي حتى تشوفون، بس خصلة واحدة. هسه اللي شعرها خفيف راح تلف شعرها كله كبة، واللي يبقى منه تبقيه هنا. بس لانه اني شعري ثخين راح اخذ خصلة، بعدين راح اصعدها بهالشكل. هاي الخصلة هواية، خليني اخذ اصغر منها لانه اني شعري ثخين. خصلة اصغر، راح اثبت الطول. لا تنسون انتو بعد راح تسرحوه بالستريتنر فراح ينزل اكثر. حاولوا لا يكون طويل هواية حتى لا يضوجكم. ماشات، وراح اثبت هاي الخصلة ماشتين مو اكثر. ووبس، وبعدين انتو تقدرون تعدلوه. هسه حاليا راح نبقيه هيجي. خليه ماشة ثانية. هسه الشعر اللي بقى لي ورا راح تسووه كبة عادي، لفوه على هاي هالطريقة هاي. بعدين راح اخذ قراصة صغيرة لاستيكة واسوي كبة عادية. مثل ما قلت لكم ما لازم تكون مضبوطة، حتى لو يكون شوية مخربط ما يخالف، يبين احلى. هسه هاي الكبة صارت. راح اخذ البندانة واخليها من ورا واشدها. شوفوا هاي اجى ابني. اذا سمعتوا هوسة اني اسفة، راح تسمعون اصواتهم دا يلعبون هنا فوق. هسه راح نسرح القدلة. راح تاخذون الجهة دي الستريتنر تسرحوها كأنه ما تسرحون قدلتكم. هالطريقة بعدين توزعوها. شوفوا خلصت، كل سهلة وبسيطة. مثل ما قلت لكم ما يحتاج إلى شغل هواية ولا وقت، سريعة كلش. آسفة لأن تأخرت عليكم بيها.
وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو وما طولت عليكم، وإن شاء الله شرحي كان مبسط. وآسفة إذا سويت الفيديو سريع لأنه ما عندي وقت بنات، أنا كلش آسفة لازم أروح عندي شغل. وأحب أقول لكم شكرا على دعمكم، وشكرا على متابعتكم، على كلامكم الحلو اللي دائما تكتبوا لي إياه. وأحبكم كومات كومات كومات، وأعفكم بأمانة الله، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.